يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة هتاخدنا لأعلى 10 مسلسلات مشاهدة في رمضان 2025 واللي قدرت تخطف الأنظار وتحقق نجاح كبير جدا في رمضان السنة دي. قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالمسلسل رقم 10 والأقل مشاهدة في قائمتنا واللي هيكون مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم. المسلسل قدر يقدم لنا رحلة مليانة مشاعر وقرارات بتغير مصير كل الأبطال اللي خلت كل مشهد حقيقي وقوي. رغم إن المسلسل بيتصنف كدراما رومانسية إلا إنه فاجئنا بتطور غير متوقع خلت كل حلقة ليها وزنها ومليانة أحداث تشدك وتخليك مستني الحلقات اللي بعد كده. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 3 مليون في الحلقة الواحدة وبإجمالي عدد مشاهدات 90 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل. المسلسل قدر يلفت الأنظار بطريقة خلت المشاهدين يتابعوه بحماس من أول حلقة بسبب أحمد مكي اللي بيلعب دور مختلف جدا بعيدا عن أدواره المعتادة واللي كده عنده شعبية كبيرة من قبل حتى ما نعرف جودة المسلسل. ده غير التسويق والدعاية اللي كان عليهم عامل كبير في ان المسلسل يكون موجود بشكل قوي وده اللي ساعد انه يكون من اعلى المسلسلات مشاهدة ويحقق نجاح واضح وسط المنافسة القوية في رمضان السنة دي. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 3 مليون و500 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة وبإجمالي عدد مشاهدات 52 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل أشغال شقة جدا من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب. المسلسل كان واحد من أنجح المسلسلات الكوميدية في رمضان 25 وده بسبب عوامل كتير. أولها إن الكوميديا فيه كانت خفيفة وذكية وبعيدة عن الإفيهات المستهلكة وبتعتمد على مواقف يومية حقيقية تخليك تضحك من قلبك. وكمان أداء الممثلين والكيمياء اللي ما بينهم خصوصا مصطفى غريب اللي خطف الأضواء بخفة دمه الطبيعية وكمان ظهور نجمات مهمة كضيوف شرف زي آية سماحة وفدوى عابد اللي ضافوا تنوع وجاذبية لكل حلقة. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 3 مليون و800 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة وبإجمالي عدد مشاهدات 57 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل ولاد الشمس من بطولة طه دسوقي وأحمد مالك ومحمود حميدة. المسلسل قدر يقدم صورة حقيقية لأطفال دار الأيتام وقد إيه بيعانوا سواء من المجتمع أو جوه الدار نفسه. ونقطة القوة الحقيقية كانت الأداء التمثيلي لأحمد مالك وطه دسوقي اللي خطفوا الأنظار بسبب الكيمياء الطبيعية اللي ما بينهم وده خلى الجمهور يتعلق بكل تفصيلة في السيناريو. لكن رغم نجاحه وقع في فخ البطء شوية والأحداث كانت مش دسمة كفاية لكن يظل من أفضل مسلسلات رمضان السنة دي بلا منازع. المسلسل بيحقق نسبة مشاهدة 4.5 مليون في الحلقة الواحدة وبإجمالي عدد مشاهدات 67 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 6 في قائمتنا هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثالث من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس. وسط زحمة المسلسلات والأكشن بيجي مسلسل كامل العدد بدراما عائلية بيراهن فيها على المشاعر قبل الأحداث بسبب السيناريو البسيط والحوارات المكتوبة بعفوية وكمان الكيمياء المميزة بين الأبطال سواء بين شريف سلامة ودينا الشربيني أو باقي الكاست لدرجة إنك تحس إنهم عيلة واحدة بجد من غير تصنع ولا مبالغة. فبيناقش قضايا كتير زي الغيرة والخوف من المسؤولية وده كان سبب كافي إنه يكون واحد من أكتر المسلسلات مشاهدة في رمضان السنة دي. المسلسل بيحقق نسبة مشاهدة 5 مليون في الحلقة الواحدة وبإجمالي عدد مشاهدات 75 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل حكيم باشا من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ ودينا فؤاد. المسلسل قدر يحقق نجاح كبير ونجم
نسبة مشاهدة عالية جدا بسبب القصة اللي يمكن تكون فكرتها بسيطة لكنها بتقدم دراما حماسية ومليانة تشويق. فالمسلسل مش بس بيحكي عن الصعيد لمجرد الحكاية، لكنه بيحاول يقول رسالة واضحة عن الطمع والغيرة، وازاي القرايب ممكن يتحولوا لأعداء بسبب الصراع على الفلوس والسلطة. ده غير سهر الصايغ اللي عاملة دور هايل رغم انها شخصية شريرة، بس بطريقتها تخليك حابب تشوفها وهي بتتلاعب بكل اللي حواليها. ومصطفى شعبان تفوق على نفسه وقدم لنا لأول مرة دور صعيدي أثبت فيه إنه يقدر يغير جلده ويتقن التفاصيل لدرجة مقنعة. المسلسل بيحقق نسبة مشاهدة 6 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 180 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون مسلسل إيش إيش من بطولة مي عمر وماجد المصري ومحمد الشرنوبي. المسلسل من قبل ما يطلع للنور قدر يخلق حالة جدل ويشد انتباه الناس بشكل غير عادي، وده بسبب الدعاية القوية وإنه من إخراج محمد سامي، الاسم اللي بقى علامة مسجلة للدراما الشعبية اللي بتشد الناس من أول حلقة. وعشان كده قدر يكون من أكتر المسلسلات مشاهدة في رمضان، خصوصا إن القصة مليانة بالمفاجآت والتشويق، وكمان الكيمياء بين الكاست اللي قدر يقدم أداء تمثيلي قوي. لكن رغم كل ده المسلسل وقع في فخ التكرار بشكل ملحوظ، فتحس إن الصراعات الأساسية متكررة بشكل كبير وكأن القصة نسخة مطورة من مسلسل لؤلؤ. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 6.5 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 195 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة حمادة هلال وغادة عادل وهبة مجدي. المسلسل قدر يحجز مكانة قوية جدا في السباق الرمضاني ويكون واحد من أعلى المسلسلات مشاهدة، لأن بقى عنده جمهور وفي مستني يشوف مصير صابر المداح في إطار بيجمع بين الدراما والرعب اللي بقى خلاص علامة مميزة للمسلسل ده من أول جزء. ده غير الأداء التمثيلي القوي، خصوصا أداء حمادة هلال اللي قدم شخصية صابر بشكل أقوى من الأجزاء اللي فاتت، وكأن الدور ده بقى خلاص جزء منه. وكمان إضافة غادة عادل اللي كانت نقطة تحول قوية جدا في إحياء شعبية المسلسل من جديد. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 7 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 210 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وأحمد زاهر وأحمد رزق. مسلسل سيد الناس دخل السباق الرمضاني وهو شايل أمال كبيرة جدا، وده لأنه جمع كاست تقيل كل ممثل فيهم كفيل إنه يشد الجمهور قدام الشاشة. فالناس كلها كانت بتتفرج مستنية قصة جامدة وحبكة تخطف الأنفاس وأداء تمثيلي عالي زي ما متعودين من النجوم دي. لكن كانت المفاجأة إن الأداء جه عكس التوقعات تماما. الكاست كله بيزعق أكتر ما بيمثل والحوارات فيها مبالغة مفرطة، ولكن برغم كده المسلسل قدر يكون من أعلى المشاهدات عشان العدد الكبير من النجوم الموجودة، وكمان بيقدم لنا نوعية القصص الشعبية اللي معظم الناس بتحبها. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 8.5 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 255 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 1 وأعلى مسلسل مشاهدة في قائمتنا هيكون مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين ومحمود البزاوي. مسلسل فهد البطل كان من أكتر المسلسلات اللي الناس اتفقت عليها واتشدت ليها من أول حلقة، لأنه ببساطة بيقدم الدراما الشعبية القريبة جدا من قلب الجمهور اللي مليانة صراعات ومطاردات، وكل حلقة بتشد أكتر من اللي قبلها. فالحدوتة نفسها مكتوبة بشكل بسيط لكن مليانة حماس ومفاجآت تخليك مش قادر تسيب المسلسل حتى لما الأحداث بدأت تمشي بشكل بطيء شوية. ده ما أثرش على نسبة مشاهداته لأن الصراع ودايرة الانتقام كانت موجودة طول الوقت، وده اللي خلى اللي بيتفرج عايز يعرف يا ترى القصة هتخلص على إيه وإزاي. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 10 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 300 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بأفضل مسلسل اتفرجت عليه في رمضان، وإيه المسلسل اللي شايف إنه مظلوم وكان يستحق مشاهدات أكتر من كده. وقبل نهاية الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.